فيلمنا بيبدأ مع الفيل هارتن واللي عايش في غابة اسمها نول. وهارتن بيكون من الفيلة اللي بيحب المغامرات وبيحب كل يوم يجرب حاجة جديدة، وبياخد صحابه على ظهره عشان يوريهم الحشرات والحاجات الغريبة اللي موجودة في الغابة، لحد ما بتيجي الكانجرو ودي معينة نفسها ملكة للغابة، وبتكون حاطة قوانين وعايزة كل الحيوانات يمشوا عليها، وبتقول لهارتن ان هو لازم يسمع الكلام وما يغيرش في القواعد وما يقولش للحيوانات حاجات مش موجودة. بس في الوقت ده بتعدي ذرة غبار من قدام هارتن، وبيسمع كمان صوت طالع منها، وبيقعد يقول لهم ان هو سمع صوت طالع من الذرة، وطبعا محدش بيكون سمع حاجة غيره، فبيقول لهم ان حاسة السمع عند الفيلة قوية، وبيسيبهم وبيطلع يجري ورا الذرة دي، وبيعدي كمان البحيرة وبيدخل على منطقة القرود اللي بيزعلوا منه جدا وبيتضايقوا وبيحدفوا عليه موز. بس في النهاية بيعرف يوصل للذرة اللي بتكون أخيرا استقرت على زهرة برسيم. وقتها بيقابل الكانجرو تاني، فبتسأله بيعمل ايه، فبيقول لها ان هو برضو سمع صوت غريب طلع من الزهرة دي، فبتقوله ان بطريقته دي هيبوظ دماغ الأطفال وانه خطر على كل المخلوقات اللي موجودة في الغابة، وبتقوله ان هو لازم يتخلص من الزهرة دي وما يتكلمش في الموضوع ده تاني. بس هو برضو بيكون متأكد ان طلع منها صوت، وبيقعد يتكلم معاها على اساس انها ترد عليه. وفعلا بنشوف ان في مدينة كاملة عايشة جوه الذرة دي اسمها مدينة هوفل، وكل الكائنات اللي عايشة في المدينة دي اسمها الهو، وهم كائنات طيبة عايشين على زهرة عباد الشمس. بس بسبب حادثة حصلت للمدينة بتاعتهم الذرة بتهرب من زهرة عباد الشمس لحد ما بيشوفها هارتن، وبنشوف عمدة المدينة ماك واللي بيكون عنده 96 بنت وولد واحد وبيكون اسمه جوجو، وطبعا ابنه جوجو لازم هو يكون الوريث. وبنشوف العمدة وهو بيتكلم مع ابنه عن العمودية وحلاوتها وان هو هيكون رئيس لكل الكائنات، بس ابنه جوجو ما بيكونش عايز يكون عمدة اصلا. بعدها بنشوف مورتون الفار، وده الوحيد اللي بيكون مصدق هارتن، وبيقوله ان حتى لو هو مصدقه وكل الحيوانات مش مصدقاه مش هيقدر يساعده في حاجة لان هو فقر، وبيتفق مع هارتن ان هو مش هيجيب سيرة الموضوع ده قدام حد خالص. وبعدها على طول اول ما بيشوف صحابه بيجري عليهم علشان يحكي لهم كل اللي حصل، وبيعرفهم ان هو عرف ان جوه الذرة دي في مدينة وجواها عمدة، وطبعا هما ما بيكونوش مصدقينه. وبنروح للعمدة اللي بيروح لمجلس المدينة وبيقول لهم ان هما لازم يأجلوا احتفالات السنة دي لان هو حاسس ان في خطر كبير جاي على مدينتهم. بس رئيس المجلس بيرفض وبيقوله ان اللي هو بيقوله ده ضد سياسات المدينة وممكن يدمر المدينة اللي متعودة دايما على الاحتفالات. وبعدها بيقولوا ان هو رافض فكرته دي نهائيا، فبيروح ماك ولما بيقعد على مكتبه بيصرخ صرخة غضب كبيرة جدا لدرجة ان هارتن بيسمعها، وبيفضل هارتن ينادي عليه، وساعتها العمدة بس اللي بيقدر يسمعه. وبعدها العمدة بيسأله هو مين، فبيفهمه هارتن ان المدينة بتاعتهم كلها موجودة على ذرة على زهرة برسيم، وان هو فيل واسمه هارتن. فطبعا العمدة ما بيكونش مصدقه، فهارتن بيقوله ان هو هيثبت له، ووقتها هارتن بيجيب الشجرة وبيضلل بيها على الذرة، ووقتها المدينة كلها بتتحول لظلام، وبيفضل يعمل كده كذا مرة علشان يثبت له كلامه. ووقتها العمدة ما بيكونش مستوعب الكلام ده كله، فبيروح للعالمة بتاعتهم واللي اسمها لورو، ووقتها العمدة بيسألها هو ممكن مدينتنا تكون موجودة على ذرة، فبتقوله لورو ان دي افتراضية كويسة وان هم ممكن فعلا يكونوا عايشين على ذرة لو بيحصل لهم حاجات مش طبيعية زي ان مثلا تجيلهم رياح شديدة جدا على المدينة. وقتها العمدة بيعرف ان كلام هارتن كان صح وبيروح بسرعة علشان يكلمه، وبيقول لهارتن ان هو لازم يشوف لهم حل لان لو الذرة حصل لها اي حاجة المدينة كلها هتتدمر. فهارتن بيوعده ان هو هيحط الذرة في مكان آمن، وبيفضل يدور حواليه بس بيشوف الخطر موجود في كل مكان. وفجأة بيشوف زهرة عباد الشمس اللي موجودة على الجبل، وبتكون هي المكان الآمن لان محدش بيقرب منه، فبيقرر ان هو هيودي الذرة هناك. وبعدها بيقابل الكانجرو اللي بتصمم انها تاخد الذرة علشان ترميها بعيد، وطبعا هارتن بيرفض، فبتنادي على كل القرود علشان يلحقوه ياخدوا الذرة منه، وبيحاول هارتن ان هو يسرع في خطوته عنهم،
وهو في الطريق بيقابل جسر من الخشب، فهارتن بيمشي من عليه لان هو ما قداموش طريق تاني، واي حركة مفاجأة بتأثر على الذرة وعلى المدينة كلها. بس بعدها بيقدر هارتن ان هو يعدي من الجسر بسلام، وبنشوف العمدة وهو متوتر جدا وبيقول لمراته ان العلم بتاعهم في خطر، وان هو ما يقدرش يقول لأهل المدينة حاجة علشان هيفكروه مجنون. وطبعا مراته مش بتصدقه وبتقوله ان هو بس محتاج ان هو ينام. وبعدها بنشوف جوجو ابن العمدة وهو طالع على المرصد الفلكي القديم لانه بيحب يدرس الفلك ومش معرف حد الموضوع ده نهائيا. وبعدها بنشوف الكانجرو وهي رايحة لنسر خطير عشان تتفق معاه ان هو يدور على هارتن، فبيقول لها ان هو محتاج مقابل علشان يعمل المهمة دي، فبتقوله ان هو كبر ومش هيقدر يعملها وانها هتروح تتفق مع القرود احسن منه. فبيقول لها فلاد ان هو مرعب اكتر من القرود وانهم مش هيقدروا يدوروا عليه بسهولة، وبيوافق ان هو يعمل المهمة ببلاش. وفجأة العمدة بيصحى على صوت الباب، وبتكون العالمة لورو بتخبط عليه علشان تقوله ان في حاجة غريبة بتحصل في المدينة وان الدنيا مطرت تلج في عز الصيف. وبعدها العمدة بيكلم هارتن وبيسأله ايه اللي بيجرى، فبيقول له هارتن ان هو كان نايم تحت شجرة ويمكن الشجرة جابت عليهم شوية تلج، وبيصرخ في الزهر علشان يسيح كل التلج ده. وبعدها الفار بيظهر له وبيقول له ان الكانجرو بعت وراك النسر الشرير. وفجأة فلات بيظهر وبيفضل يطارد هارتن. وقتها المدينة كلها بتتعرض للخطر وكل حاجة بتقع من مكانها، بس بعدها هارتن بيعرف يبعد عن النسر وبيكلم العمدة علشان يطمن عليه وعلى المدينة. وقتها العمدة بيقولوا ان هو لازم يتصرف بسرعة ويودي الزر على زهرة عباد الشمس. وبيتكلم بعد كده العمدة مع اهل المدينة وبيقول لهم ان في خطر شديد جاي عليهم، وان كلهم لازم ينزلوا في السراديب الامان اللي موجودة تحت الارض. وفي الناحية التانية بيظهر رئيس المدينة وبيقول لكل الناس ان هم لسه قدامهم احتفالات كتير لسه ما احتفلوش بيها، فكل الناس بتنبسط بكلامه وبتهيص. فبيحاول ماك ان هو يثبت لهم كلامه، وبيقعد ينادي على هارتن علشان يرد عليه ويسمع صوته لكل اهل المدينة. بس وقتها فلات بيرجع وبياخد الزهرة من هارتن، وطبعا محدش بيرد على العمدة والناس كلها بتفكره مجنون. وقتها بيظهر هوا شديد جدا على مدينتهم، فبيقول لهم العمدة ان الهوا الشديد ده بسبب ان النسر واخد الزهرة وبيجري بيها. فبيقول لهم رئيس مجلس الإدارة ان الهوا الشديد ده مناسب جدا ان احنا نلعب بالطيارات الورقية. وبنروح لهارتن اللي بيكون ملاحق النسر علشان ياخد منه الزهرة بسرعة، وفي الطريق النسر بيرمي الزهرة في حقل برسيم فالزهرة بتوقها، وبيقولوا ان الزهرة راحت لمكانها الطبيعي وان هو خلاص مش هيعرف يدور عليها. بس هارتن ما بيفقدش الامل وبينزل يدور على زهرة علشان يسمع صوت العمدة لحد ما بتيجي رياح شديدة وبتطير كل الزهور اللي هو قطفها. وقتها بس هارتن بيلاقي الزهرة وبيكلم العمدة وبيطمن عليه وعلى كل أهل المدينة. ووقتها بس مراته وولاده وكل أهل المدينة بيصدقوه. وقتها بتشوفه طائر من طيور المدينة وبتروح بسرعة تبلغ الكانجرو، ففلات بيقول لها ان هو خلاص خلص عليه وعلى الزهرة، فبتقوله ان هو كذاب وان هي بنفسها هتروح تدور عليه. ووقتها بتنادي على كل حيوانات الغابة وبتقول لهم ان هارتن هيدمر الغابة بتاعتهم، ان هم لازم يتصرفوا معاها علشان خاطر اطفالهم. وقتها كلهم بيتحمسوا وبيروحوا بسرعة علشان يقبضوا على هارتن، اللي اول ما بيشوفوه بيجروا عليه وبيحاصروه. وبتقول لهم الكانجرو ان هم يحبسوا هارتن في قفص كبير وياخدوا الزهرة منه ويرموها في الزيت المغلي. وقتها هارتن بينادي على العمدة وبيقولوا ان هم لازم يعملوا صوت عالي علشان كل الحيوانات تسمعهم ويصدقوه. فكل اهل المدينة بيفضلوا يتكلموا بصوت عالي وبيجيبوا كل الآلات الموسيقية وبيعملوا بيها دوشة عالية جدا. وطبعا الحيوانات كلها ما بتكونش مصدقة لانها مش سامعة اي صوت غير هارتن بس، لان حاسة السمع عند الفيلة قوية جدا عن بقية الحيوانات. وقتها كل الحيوانات بتحاصر هارتن وبتربطه وبتاخد منه الزهرة. وبنروح لأهل المدينة اللي كلهم بيكونوا متعاونين جدا ما عدا جوجو اللي بيسيبهم وبيروح للمرصد الفلكي. والعمدة بياخد باله ان ابنه مش موجود وبيشوفه هو ماشي ناحية المرصد وبيروح وراه، ولما بيشوف المرصد بيتفاجئ ان ابنه هو اللي عمل كل ده وبيقوله ان هو فخور بيه وبالانجاز اللي هو عمله. وبعدها جوجو بياخد كل الآلات اللي جوه وبيطلعها على سطح عالي وبيمسك كمان البوق عشان يعمل بيه صوت ويخلي الحيوانات كلها تسمعه. وبنشوف بعد كده الكانغرو بتاخد الوردة وبترميها في الزيت، وقبل ما الوردة تقع بيمسكها ابنها رودي وبيقول لها ان هو سمع صوت طالع من الذرة دي.
ووقتها كل الحيوانات فعلا بتقول انها سمعت صوت طالع منها. وقتها بس الكنغورو بتقتنع بكلامهم وبتقول انها مش هترمي خلاص الوردة، وانهم لازم يتعاونوا كلهم ويطلعوها على الجبل. وبيعتذروا كلهم لهارتن علشان ما كانوش مصدقينه. وبنروح لمدينة هافل وكل شعبها بيشكروا العمدة لان هو اللي انقذ حياتهم وخلاهم يعيشوا في سعادة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.